ده طبق بليلة سخن لزوم الشتاء. اتعمل بايه؟ اتعمل بنص كيلو قمح ب5 جنيه. قمح بليلة يعني ب5 جنيه، وشوية مية، واتحطوا على البوتاجاز وبقوا بليلة. لو عايزين تشوفوها اتعملت ازاي، يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في البرد؟ اكيد بردانين. آه النهاردة ان شاء الله قلت اعمل بليلة. البليلة اللي هي القمح اللي بيتعمل بليلة ده. يعني قلت ايه، هعمل بليلة. انا اساسا كنت هعمل فيديو مشتريات، بس بما اني كنت هعمل بليلة فقلت ايه، اعمل بليلة واعمل فيديو المشتريات معاها. آه لو اول مرة بتشوفوني ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. واللايك يا جماعة لو سمحتوا ما تنسوش اللايك. يلا بينا نشوف البليلة. ده نص كيلو قمح. ده نص كيلو قمح. انا جايباه من العطار، من العلاف يعني، او العطار، او اللي بنشتري منه الحاجات بتاعتنا، الرز والمكرونه والحاجات ديت. آه، انا نقعاه بقاله نص ساعه تقريبا او ساعه. هدلق الميه ديت واحطه هنا في الحله، واحط عليه ميه سخنه واسيبه مع نفسه يغلي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هدلق بس الميه واجي. طبعا القمح دوت لازم يتنقى كويس قبل ما يتغسل، ويتغسل كذا مرة عشان المية الصفرا اللي فيه تطلع وأي قشور فيه تطلع. لو جايباه من العطار طبعا هتعملي كده. لو جايباه اللي هو الأكياس برضو بصي فيه بص، عشان ممكن يبقى فيه مثلا حاجة كده ولا كده. ادي القمح. حط عليه المية السخنة. ادي الحلة. هسيبه بقى يغلي مع نفسه كده شوية، وبعدين ارجع لكم ايه بعد ما يغلي حبة. البليلة اهي في الحلة، هنسيبها مع نفسها بقى تغلي. احط بس دي بعيد كده شوية، واوريكم بقى ايه الحاجات اللي انا اشتريتها. شوية حاجات كده بسيطة اوريها لكم. طبعا كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص بيقرب علينا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. وتكون السنة دي احسن من السنة اللي فاتت، نقدر نشوف فيها قرايبنا وحبايبنا اللي ما شفناهمش السنة اللي فاتت في رمضان. نقدر نصلي التراويح في الجامع. يعني تبقى افضل من السنة اللي فاتت يا رب، وربنا يزيح عننا الوباء والبلاء دوت، والدنيا تبقى حلوة بقى كده ان شاء الله. آه، البليلة طبعا على النار زي ما انتوا عارفين. اوريكم بقى ايه انا اشتريت ايه. نحطهم بس هنا الاول، وبعدين اوريكم حاجة. هي شوية حاجات بسيطة كده بس ايه، يعني كانت حاجات لازماني، فقلت اشارككم معايا الحاجات اللي انا اشتريتها. الاول قبل ما اقول لكم الحاجات اللي انا اشتريتها، هقول لكم ايه. الكوبايات ديت كانت عجباني جدا وما كنتش لاقياها. النهارده وانا قاعده لقيت بنتي طالعه بتقول لي طنط بعتلك دول. الطنط ديت بنت عمتي ومرات اخويا ساكنه معايا في نفس العماره. لقيتها بعتلي ال6 كوبايات دول، عشان كانت عارفه ان انا ايه كنت بدور عليهم يعني وعايزاهم. فانا بشكرها قدامكم طبعا. الف شكر. آه، اشتريت ايه بقى؟ اشتريت دول القمع بتاع الكنافه.
عشان نعمل بيه كنافه في رمضان. الكورنيه دوت انا كان عندي 2 قبل كده، ودولت 2 تاني، لان ايه الواحده فيها 6، فيها 3، دي فيها 3 ودي فيها 6. اللي كانوا عندي كانوا 3 برضو، يعني كانوا 6. فاهمين قصدي؟ يعني اللي كانوا عندي الاتنين اللي كانوا عندي كانوا 6 وحدات بس، فما كانوش بيكفوا. فجبت ديت 6 اهي، ودي 3، يعني بقوا شوية حلوين كده. دولت مش فاكرة بصراحة كانوا بكام، لان انا ما بجيبهمش كلهم مرة واحدة، انا بجيب وافضل شايلاهم لحد ما اجي اعملهم. دولت هوك كده، اللي هو اللي انا عاملاه هنا في المطبخ، وبعلق عليه الحاجات بتاعتي. جبت ديت عشان ازود هنا، بعلق عليها المجات، بعلق عليها اي حاجه في ايدي سريعه كده بعلقها عليها. وجبت دوت كوب معياري، انا كنت جايبه برضو واحد قبل كده، بس شغلت فيه المضرب اللي هو بيتداس عليه دوت وبيلف، فاتكسر من تحت، فبقى مش نافع، ما بعملش بيه حاجه غير يعني احط فيه مثلا شويه دقيق، شويه رده، شويه حاجات ناشفه يعني. طبعا كل الحاجات ديت ايه تكمله للي عندي، يعني انا عندي حاجات وبزود عليها. جبت الاسباتيولا ديت برضو حلوين جدا، بينفعوني قوي في كل حاجه، يعني بقلب بيهم الاكل على النار، بعمل بيهم الكيك، بعمل بيهم بصوا كل حاجه. بس المهم تبقى اصليه، يعني المهم الحاجه تبقى اصليه، ما تبقاش اللي بتسيح وبتطلع ريحه في الاكل وكده. جبت الماسك دوت، لان انا كان عندي واحد زيه احمر، بس ادم بوظهولي، ادم حفيدي بوظهولي. عندي الستانلس، الستانلس دوت بقى ايه، ما يعني مش عملي بصراحه في الحاجات التيفال وكده، مش عملي. فجبت دوت ايه عشان الحلل التيفال والطاسات التيفال. جبت مفارش الثلاجه دي، حلوه جدا وبتدي منظر حلو جدا في الثلاجه. انا فرشه منهم دلوقتي، بس مش كده، فرشه نوع وردي يعني. جبت ال3 مجات دولت للشوربه والبليله والحاجات ديت، ان انا كان عندي 3 وجبت 3 تاني. حلوين جدا في الشوربه، في البليله، في الحاجات اللي هي العدس، يعني ينفع في كل حاجه. ممكن لو مفيش طبق غويط ممكن احط فيه ملوخيه يعني عادي برضه. جبت ايه تاني؟ طبعا كلكم عارفين الفوط بتاعتي دي اللي انا بنشف فيها ايدي، كنت جايبه 3، اللبني والاخضر والموف. دولت بقى ايه تعبوا خلاص، انا همسح بيهم الرخامه بتاعت المطبخ، ودولت ايه هخليهم بقى للتنشيف، يبقوا جداد كده. ايه الالوان دي جميله، البني دوت لفت نظري، يعني بصراحه ما شفتش اللون دوت قبل كده، فعجبني جدا. جبت بقى ايه الالوان الحلوه ديت. الفوط دي يا جماعه حلوه قوي 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 في التنشيف، يعني بتشرب الميه وفي نفس الوقت يعني بخلص واغسلها بتبقى نظيفه على طول. اهم حاجه ان انا احافظ عليهم، ما استعملهمش مثلا في البوتاجاز، ما استعملهمش في الحاجات دي. البوتاجاز بيبقى ليه حاجه مخصوص، الرخامه ليها حاجه مخصوص. يعني انا عندي الرخامه اللي هي الشرشوبه ديت تحفه جدا برضو، كنت جايباها برضو في مشتريات قبل كده. جبت ايه تاني؟ عايزه اقول لكم بقى على الازازه دي. جبت الازازه دي، بصوا الغطا عامل ازاي، دي عجبتني جدا. ليه بقى؟ لان انا كنت جايبه الازايز دي قبل كده، الغطا الواسع دوت لما باجي احطهم في باب التلاجة الغطا بياخد مساحه، الغطا ده بياخد مساحه في الازايز، يعني الازازه تبقى تحت حاجه ومن فوق حاجه تانية. فجبت دوت عشان يبقى ايه الغطا صغير كده. الازاز طبعا كلنا عارفين ان هي صحيه يعني. طبعا ديت ديكور، في الشكل احلى، مش هقولك لا، في الشكل احلى واشيك، لكن في حاجه عمليه
هجيب العادية دي. تمام. جبت ايه بقى؟ جبت القماش ده، اسمه دمور، قماش دمور، بس هو على بوليستر شوية، يعني مش قطن. ماشي. وانا قصدي ان انا اجيبه على بوليستر شوية عشان انا هعمله مفارش، عشان لما اعمله واجي اغسله ما يكرمش، يتفرد على طول يعني. وجبت قماش الخيامية دوت عشان اعمل بيه ايه، مفرش مع الدمور. طبعا هعمل لكم حاجات كتير قماش الخيامية دوت. انا شايفة ما شاء الله اليوتيوب كله بدأ يعمل حاجات لرمضان. بس انا بحب قبل رمضان بحاجة بسيطة كده بيبقى ليها زهوة يعني. هجهز من دلوقتي، بس مش بدري قوي كده. ده يعني الناس ما شاء الله كل سنة هم طيبين يا رب، ربنا يسعدهم ويفرحهم. بادئين من بدري قوي، من قبل رجب بكتير. انا ان شاء الله هبدأ اليومين الجايين دولت، ابدأ بقى اعمل ايه، عربية الفول، واعمل مسحراتي، واعمل الطبلة، واعمل المدفع، مدفع الافطار ان شاء الله يعني. آه، تابعوني عشان هنزل لكم حاجات حلوة ان شاء الله. جبت العلب دي، انا كنت جايبة منهم للبن والسكر والشاي، بس جايبه ايه اشكال. دي انا حاطه فيها سكر، دي بتاخد كيلو سكر على طول. فانا قلت بقى هلغي دي خالص، الكبيره دي، وهلغي الصغيره دي، واحط هنا السكر والشاي والبن. يعني هنا السكر وهنا الشاي، وديت تبقى بتاعت البن. دي تبقى ايه لوحديها كده، معروفه ان البامبه دي بتاعت البن. بس دولت بقى هعملهم على طول، مش هستنى رمضان ولا حاجه. دولت العلب دي يا جماعه حلوه قوي، يعني بلاستيك نظيف جدا، ملوش ريحة، ما بيكرفش في الشاي، ما بيعملش ريحة خالص في الشاي ولا في البن. وسعرها معقول جدا وفي متناول الجميع. انا كده خلصت فيديو المشتريات بتاعتي، وكنت عايزة اوريكم طماطم دي الصغننة دي، وطمطم، ولسه ان شاء الله هعمل كمان فنانيس وهحطه هنا جنبيهم برضو مع الفانوس الحلو دوت، مع شوية ديكور كده في الركن دوت. هكلمكم عن الارفف ديت، بس ايه في فيديو تاني ان شاء الله، عشان هما لسه ما خلصوش، لسه ما توضبوش يعني. كده يكون الفيديو بتاعي بالنسبة للمشتريات خلص. البليلة على النار في الحلة اهي، لما تخلص هوريها لكم في اخر الفيديو كده. استنوني، اول لما البليلة تخلص هوريها لكم. وادي البليلة بتاعتنا بعد ما خلصت وغرفناها، واللي عايز ياكلها بلبن ياكل، اللي عايز ياكلها كده من غير لبن ياكل. كده الفيديو بتاعنا خلص، ومعلش لو الفيديو طول عليكم شوية، الوقت معاكم بيجري بسرعة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.